الفضيلة والرذيلة نزلوا النهر عشان يستحموا. وأول ما طلعت الرذيلة لبست هدوم الفضيلة ومشيت. لما خرجت الفضيلة وما لقيتش لبسها اضطرت عشان ما تمشيش عريانة إنها تلبس لبس الرذيلة. والاتنين خرجوا في المدينة والناس احتارت، ما بقتش عارفة تميز ما بين الفضيلة اللي لابسة لبس الرذيلة والرذيلة اللي لابسة لبس الفضيلة، وتاهت الناس ما بينهم. عشان كده النهاردة عايز أكلمكم عن التمييز أو القدرة على الإفراز. عشان تميز الفضيلة من الرذيلة والصح من الغلط واللي ينفع من اللي ما ينفعش، لازم يكون عندك حاجة من ثلاثة أو الثلاثة. أولا، ذهن فطن، ضمير يقظ، روح راقي. أي حاجة من دول تقدر تقودك في معرفة الفضيلة وتمييزها عن الرذيلة والعكس كمان. بس خد بالك كويس قوي، لأن في مجموعة مغالطات هتقابلك وانت ماشي في طريق التمييز دوت. أول مغالطة هتقابلك هي فخ إغراء العدد. يعني ممكن تلاقي ناس كتير قوي بيشجعوا الرذيلة واقفين وراها، وممكن يكون عددهم ضخم جدا. اوعى تقع في فخ إغراء العدد. لو كل الناس بتسرق، عمر ما السرقة هتبقى حاجة محترمة، مش ممكن. تاني حاجة هي فكرة التأقلم مع الرذيلة، وده قد يكون أنا اللي تأقلمت وقد يكون الآخر هو اللي تأقلم. مهما كان التأقلم اكسر دايرة التأقلم. لازم تعيد النظر كل فترة والتانية في الأمور اللي أنا بعيشها، هل هي صح ولا هي غلط بس أنا اعتدت عليها. كمان فكرة كثافة الدعاية أو الترويج للرذيلة. ممكن تلاقي في أصوات عالية كتير بتتكلم عن الرذيلة، وبالعكس بتجمل الرذيلة زي ما قلنا إنها لبست توب الفضيلة. كل الامور دي لازم تكون عندك انت قدرة على التمييز والفرز، انك تقدر تخرجها من طوب الفضيلة وتشوفها على حقيقتها كرذيلة او كشيء غلط ما ينفعش انه يتعمل او حتى يتقال. اخر حاجة لازم يكون عندك وعي بيها هي اوعى تاخد الامور على بعضها بوجه عام. لازم تحلل الافكار من الداخل، تحلل الكلمات من الداخل، لانه ساعات كتير احنا نشتري مجموعة افكار على بعضها تحت عنوان معين، ويكون جواها اشياء بايظة، اشياء سيئة، اشياء رديئة. لازم تكون عندك قدرة على تحليل الاشياء من الداخل. ارسطو بيقول ان الكلام بوجه عام يطمس الحقيقة. لازم تدخل جوه التفاصيل وتحلل التفاصيل ويكون عندك قدرة على التمييز. وشكرا لك.